السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أهلا وسهلا بكل محبي اسكندرية من المحيط للخليج. أهلا وسهلا بكم في قناة شوارع ومعالم اسكندرية. معاكم أنا عادل والي. ما زلنا في منطقة بحري. احنا النهاردة معاكم في شارع من أشهر شوارع بحري، ألا وهو شارع الحجاري. شارع الحجاري للي ما يعرفش فين مكانه أو عاوز يوصله أو ياخد عنه معلومة، زي ما انتم شايفين، لو افترضنا ان ده بدايته ده شارع قصر راس التين او شارع البحريه، كان بيقولوا عليه زمان البحريه، هيبقى على يمينك كده قصر راس التين، زي ما انتم شايفين في كده في الكاميرا، على يمينك كده قصر راس التين، وهيكون على شمالك الانفوشي قلعه قايتباي او طابيه قايتباي. اهو كده انت جاي من الانفوشي، يبقى على شمالك الانفوشي، طابيه قايتباي او قلعه قايتباي، وجامع الصيادين. تمام. ايه تعرفوا ازاي كمان على قمته في مدرسة البارودي هي الخاصة. تمام كده. ولو افترضنا اللي ده قصر راس التين، شارع قصر راس التين كان بدايته، هيبقى نهايته هنا شارع راس التين، مش قصر راس التين، راس التين بس. وشارع راس التين هو امتداد لشارع فرنسا، وبعد كده تقاطع مع اسماعيل صبري، تخش على جامع تمراز، على ابو ورده، لحد ما توصل هنا لشارع الحجاري. هيبقى على شمالك كده راس التين، وزي ما انتم شايفين كده ده على يمينك كده ابو ورده، امتداد شارع فرنسا، وعلى شمالك زي ما انتم شايفين كده هيبقى راس التين. الشارع ده اسمه راس التين، والشارع اللي انتم شايفينه ده اسمه شارع قصر راس التين. احنا كده دخلنا شارع الحجاري. شارع الحجاري يا جماعه كتاب تاريخ مصغر لمدينه اسكندريه. شارع الحجاري مليان زوايا ومليان حارات تاريخيه ومقامات وعلماء ومساجد ليها تاريخ. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو ليه شارع الحجاري اتسمى بالاسم ده؟ ويعني ايه الحجاري؟ هل الحجاري ده شخص ولا ايه؟ قبل ما اجاوبكم على السؤال، يا ريت تعملوا لايك للفيديو، علشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو، فما تنسوش بالله عليكم تعملوا لايك. احنا كده في قلب شارع الحجاري. الحجاري يا جماعة لقب ينسب لأي شخص عالم كان أو تاجر أو شخص عادي جاء من بلاد الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا، من مدينة اسمها مدينة وادي الحجارة. اللقب زي ما بيطلق عندنا على علماء اسكندرية يقولوا اسكندري، علماء القاهرة يقولوا القاهري، السيوطي أو الأسيوطي أو القنائي أو الدمنهوري، هو لقب، يبقى لقب لكل من جاء من مدينة وادي الحجارة من الأندلس. احنا كده ما زلنا في وسط شارع الحجاري في بحري. بس يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، علشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. وللعلم الحجاري مش شارع بس، الحجاري كمان شياخة. انتوا عارفين ان الحجاري يتبع حي الجمرك، وحي الجمرك بيتكون من شياخات زي شياخة ابو شوشة، شياخة التمرزية، الحلوجي، الشميرلي، شياخة السيالة، شياخة راس التين، وعلى رأسهم شياخة الحجاري. اول اثر هيقابلنا في شارع الحجاري هو مسجد طاهر بيك. كده ظهر للبحر ووشي لشارع راس التين، على الشمال كده في مسجد طاهر بيك. صاحب المسجد ده او اسم صاحب المسجد هو طاهر بيك، هو محافظ اسكندرية سنة 1804 إلى 1805، وهو كان ترتيبه في محافظين اسكندرية الخامس بعد محمد كريم والشرباغي واحمد خورشيد وعلي الجزائري. طاهر بيك. مسجد طاهر بيه ذكروا علي باشا مبارك اللي توفى سنة 1893 ميلادية في كتابه الخطط التوفيقية الجزء السابع الخاص باسكندرية. ذكروا علي باشا مبارك في كتابه. ذكر المسجد علي باشا مبارك في المساجد التي لا أضرحة بها، حيث قال فكثير من هذه المساجد مثل مسجد طاهر بيك عند السهم الموجود اللي انا عم حاطط له كيسه، وده غلاف الكتاب. هنكملوا جولتنا في شارع الحجاري. بعد مسجد طاهر بيك هيقابلنا اهم اثر في شارع الحجاري اللي اتسمى على اسمه الشارع، وهو مسجد ومقام سيدي محمد الحجاري اللي على اسمه اتسمى الشارع.
احنا في بداية الفيديو قلنا ان لقب الحجاري لأي عالم او تاجر او شخص عادي وصل اسكندرية واقام فيها من مدينة وادي الحجارة في الاندلس. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، مين هو سيدي محمد الحجاري؟ اتولد امتى؟ اتوفى امتى؟ ايه هي المكانة العلمية اللي اهلته او التجارية اللي اهلته يكون ليه مقام ومسجد في الشارع المشهور هنا في بحري؟ لمدة 10 شهور قمنا بالبحث عن ترجمة لسيدي محمد الحجاري أو أي معلومة عن مقام سيدي الحجاري في بحري. للأسف لم نعثر له على أي ترجمة أو أي ذكر في جميع الكتب والمصادر والمراجع اللي كانت بتتكلم على أعلام اسكندرية وعن مساجد اسكندرية ومقامات اسكندرية وكمان رسائل الماجستير والدكتوراه. مفيش أي المعلومة الوحيدة اللي حصلنا عليها في الخطط التوفيقية الجزء السابع عن مدينة اسكندرية. علي باشا مبارك ذكر في المجلد السابع ان مسجد الحجاري كان في الاصل ضريح للحجاري، وبيضيف علي مبارك في خططه ان ضريح الحجاري كان فيه بير فيه ميه. كان بيعتقد اهل اسكندرية ان الميه بتاعت البير بتشفي من الحمى. بس في معلومة مهمة في الجملة، بيقول ايه؟ مصرفه الان من الوقف، يعني كان في وقف لسيدي الحجاري. انا كده جوه المقام زي ما انتم شايفين، الحمد لله قدرنا ندخل جوه المقام. بس في مفاجأة جوه، لقينا ضريحين او مقامين او جثتين، مش مقام واحد. فلما سألنا قالوا ده سيدي محمد حجاري وزوجته، وناس قالت وبنته. وسألنا ناس كتير في الشارع، ما حدش يعرف معلومة عنه، بيقولوا احنا بنخشوا نصلوا لله، ودي كلمة كويسة سمعناها في الشارع، احنا بندخلوا نصلوا لله. أما عن وقف سيدي محمد الحجاري اللي ذكره علي باشا مبارك في كتاب الخطط، عرفنا ان المدرسة اللي ظاهر اسمها في الصورة دي استولت على وقف سيدي محمد الحجاري. طبعا المكان اللي اتبنى فيه المدرسة ده تبع وقف سيدي محمد الحجاري، واللي ذكره علي باشا مبارك في كتابه. وعرفنا كمان اللي بيصرف على المقام دلوقتي ومهتم بيه هم أبناء أبو راوية. طبعا أبو راوية أشهر مطاعم في شارع الحجاري وفي اسكندرية كلها، لهم منا كل الاحترام والتقدير. مطعم أبو راوية اللي انتم شايفينه ده هو في وش مدرسة الحجاري، في وش مقام سيدي محمد الحجاري، وده المركز أو المقر الرئيسي بتاعه، وهو من أشهر مطاعم اسكندرية موجود في شارع الحجاري، وده مدخل مسجد الحجاري. وما زلنا معاكم بنتجول في شارع الحجاري، بس احنا لحد دلوقتي برضو لسه ما وصلناش مين هو سيدي محمد الحجاري، اتولد امتى، توفى امتى، ايه مكانته العلمية او التجارية. الى الان لم نعثر له على اي ترجمة. المفاجأة اللي قابلتنا كمان، اللي احنا عرفنا ان في سيدي محمد الحجاري تاني، بس موجود في شارع سيدي نصر الدين في السيالة. المسجد اللي باين قدامكم ده مسجد سيدي نصر الدين، وده شارع سيدي نصر الدين اللي فيه مقام سيدي محمد الحجاري التاني. ده المقام التاني لسيدي محمد الحجاري. ده حجاري وده حجاري، وده اسمه محمد وده اسمه محمد، لكن ده في شارع سيدي نصر الدين والتاني في شارع الحجاري. ولكن الحمد لله احنا قدرنا نوصل لترجمة سيدي محمد الحجاري اللي هو هنا في شارع الحجاري، ووجدنا له ترجمة في مخطوطة. عنوان المخطوطة روضة الأزهار في ذكر من مات باسكندرية أو نزل بها من الأولياء والأفاضل الأخيار. وعرفنا من المخطوطة ان المدفون في شارع السيالة هو أبو القاسم الحجاري ابن مخلوف المغربي ثم السكندري، أحد الأئمة الكبار من المالكية، تفقه به أهل الثغر زمانا، مات بالإسكندرية سنة 533. وده المقام بتاعه في شارع سيدي نصر الدين. هو موجود مكان الأنوار دي، ودي هوريكم صورته من جوه المقام، من جوه. ده قبر أو مقام أبو القاسم الحجاري، هو مغربي، اللي توفى 533.
دي صورة من داخل المقام اللي في شارع السيالة. اوعدكم ان شاء الله ان انا هعمل فيديو تاني عشان نكملوا جولتنا في شارع الحجاري، لان شارع الحجاري مليء بالاثار ومليء بالزوايا زي زاوية الورداني وزاوية خطاب والمسافر خانة وسيدي داود بن مخلة. ان شاء الله اوعدكم بفيديو تاني باذن الله تكمله للفيديو ده، بس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس لكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني اكمل لكم في الدرر او المعالم الموجوده في شارع الحجاري. اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.